بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنوريني في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهارده يا حبايبي نشوف المحتوى الجميل ده. يا رب النهارده يعجبكم ويليق بيكم وعنده حسن ظنكم. طيب هنعمل سمك مقلي يا حبايبي، هنعمله بطريقتنا العاديه. ما شاء الله السمك تتبيله والطحاته تنظيفه برده مش زي اللي احنا كنا عاملينه اللي هو بتاع المطاعم ده، عاملينه بطريقتنا العاديه، طريقه امهاتنا واللي اتعلمنا عليها وعشنا عليها. فتعالوا نشوفوا عاملينه برده جميل جدا ما شاء الله. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا نضفنا سمكنا ما شاء الله وحطيناه في محلول النقع بتاعه، معلقتين ملح، معلقتين ليمون، معلقتين ملح، معلقتين سكر، معلقتين دقيق. ده المحلول يا حبايبي لاي طيور سمك اي حاجه بتنقعي فيها، مش بصراحه مش بيبقى ليه ريحه زفاره خالص ما شاء الله. بعد كده بنشطفه تشطيفه حلوه. طبعا نضفناه تنظيف حلو زي ما انتم عارفين. بعد كده يا حبايبي حطيناه يصفى في مصفى زي ما انتم شايفين كده، وعملنا له تتبيله جميله جدا. توم، فلفل احمر، شطه حراقه، اللي هو قرن فلفل رومي احمر، وشطه الحراقه اللي هي الناشفه ديت، وتوم فريش كده، وبقدونس او شبت او كزبره الموجوده عندك بعمله برده في الكبه كده. بعمل التتبيله دي وببقى عينها بس الخضره يعني ببقى اخليها اخر حاجه. ودول برده عندي نشا ودقيق، بس انا بجيب يعني انا مجهزه كميه جنبي مقلبه نشا على دقيق، بس بجيب يعني على قد المقدار عشان ما اهلكش حاجه. بصراحه احنا بنعمل يعني بنوفر مع بعض وندبر ونعمل حاجات اقتصاديه. ما نعملش الطبق دي يعني وتبل ويبقى مش كويس، مش احسن حاجه، ونرجع نرميه ونجيب غيره تاني. طيب بعد كده برضو الزيت سخناه تسخينه جامده، يعني المهم الزيت يتقدح وتهدي عليه تاني. انا بكلم حبايبي اللي هم لسه مقبلين على ان هم يدخلوا المطبخ، ولسه بناتنا وكده واخواتنا الصغيرين، احنا امهاتنا واحنا اللي زينا دول عارفين ومتعودين السمك بيتعمل ازاي، والزيت بنقدحه جامد يسخن جامد وبعد كده بننزل السمك فيه. طيب بعد كده يا حبيبي بنهدي النار وننزل السمك، وبعد كده بتعلي تاني. لازم النار في الاول تكون عاليه جدا عشان خاطر السمك ما يلزقش منك، وبياخد كفر كده في الاول ويبقى لونه زي ما انت شفت كده. بعد دقيقتين ثلاثه كده بنقلبه زي ما انت شفت كده، بياخد اللون الحلو ده. عشان احنا بنحاول نقلبه مره واثنين وثلاثه برضو عشان السمكه تطلع جاي ما شاء الله مقرمشه، ويعني ما تفضلش طريه معانا وتحس ان هي طريه كده. معلقتين النشا دول عليهم عامل اساسي بجد، بيخلوا السمكه ماسكه نفسها ما شاء الله، وبتبقى طالعه كده متحمره وناشفه وجميله. طيب بعد كده برضو عملنا يعني كمية برضو قلنا برضو يعني دول كده، وهنكمل مع بعض التانية اهو. وبعد كده برضو بنحتاج الدقيق زي ما انا بقول لكم. انا مش بقول لكم ان احنا يعني ما نعمل، لا انا بحط كمية على القد عشان خاطر ما تتبهدلش مننا. بعد كده برضو بتحط قشرة ليمونة برضو في قلب السمك وهو بيتقلى، او عود قرفة بيخلي الريحة حلوة، ما يخليش البيت يبقى زفر يا جماعة. وبالقش اللي هو عود القرفة ده، القرفة الخشب، او برضو بشر الليمون او الليمونه عادي ماشي، بتخلي السمك ريحته حلوه وطعمه حلو كمان. بجد يا جماعه السمك بيطلع جميل جدا. لو وصلتوا معايا المقطع ده حط له كومنت حلو كده وجميل، ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتنا الجميله المتواضعه دي نشترك دايما، اشتراككم بيساعدني وبيفرحني. ولو دخلتوا حتى بالفيديو وطلعتوا ولا بمعلومه بسيطه جدا اول مره تسمعوها، يا ريت ما تبخلوش عنا باللايكات الجميله والكومنتات الحلوه اللي بتشجعنا عشان نعمل لحضراتكم فيديوهات. يا رب فيديوهات نول اعجابكم تبقى عند حسن ظنكم. مع السلامه يا حبايبي.